أثارت خطوة انتقال هارون كمارا إلى صفوف النصر الكثير من الجدل بين مؤيد يرى أن المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس صاحب نظرة ثاقبة واللاعب سيقدم الإضافة المطلوبة، ومعارضا لتلك الصفقة بداعي ما يتسم به اللاعب من كثرة إهدار الفرص أمام المرمى من جانبه. وجه الإعلامي سعود الصرامي المتحدث الرسمي الأسبق بنادي النصر رسالة انتقاد إلى القائمين على برنامج أكشن مع وليد بقوله إن الفجور في الخصومة ليس من صفات الإنسان أو الرياضي أو المسلم، مضيفا: هارون كمارا لو علمتم ولو لدقيقة واحدة ما مر بها من ظروف في طفولته لما عرضتم فرصه الضائعة والحديث عنه بشكل سلبي، فالرجل عاش ظروفا صعبة جدا، واليوم الله سبحانه وتعالى رزقه، ولم تتحدثوا عنه عندما لعب في الشباب والقادسية، ولما انضم إلى الشباب تحدثتم عنه بهذا الشكل. وتحدث الناقد عبد الله فلاته عن هارون كمارا بقوله إن اللاعب مشكلته نفسية ولم يكن سيئا، وقدم مستويات رائعة مع القادسية والمنتخب الأولمبي. فيما قال الناقد عماد السالمي إن اللاعب لم ينجح في عدة تجارب، كما أن تعامله سيء أمام المرمى، ولكنه في المقابل يتميز بالسرعة والضغط على المنافسين.